هل الموالد والموالي اللي هم بياخدوها زي السيد البدوي والحاجات دي حاجات من الإسلام والمفروض نعملها، ولا الحاجات دي دخيلة على الإسلام وحرام 100%؟ واللي بيعملوها في منهم كفرة وفي منهم مشركين، وهشرح لك ليه. طيب أول حاجة، الكلام ده كله هكس وبدعة وما ينفعش يخش في الإسلام ببصلة. ليه؟ لأن أول حاجة إحنا عندنا الفاتحة، هنبتدي بالفاتحة، يعني دي أول سورة في القرآن. إياك نعبد وإياك نستعين. طب اللي بيروح للموالي دي بيروح ليه؟ عشان يستعين بيها. طيب هل في حاجه في القران بتقول لك ان انت تقدر تستعين بحد صاحي، بحد ميت، بجني، لا مفيش. هو ربنا بس، مفيش اي اياك نعبد واياك نستعين. طب ربنا برضو قال لنا في القران ان ربنا بما معناه بيقول لك يعني ان انت ما تتبعش مين، ما تاخدش النبيين والملائكه اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مؤمنون مسلمون. انا مش حافظ الايه 100% فاعذروني. طيب بس ايه ده المعنى الحرفي للموضوع؟ طب السؤال هنا، طب امال الشيوخ دي بتجيب الكلام ده منين وبتقوله ليه؟ بصوا يا جماعه، عاوزين نفهم بس ان في شيوخ ليها مصالح اخرى. اوكي، ايه المصالح الاخرى؟ ان هو يبقى ليه سلطه على الناس، وده مش هيتحقق غير لما يبقى فيه سلطه لحد ميت مش موجود على الناس. فهو ده الهدف بتاعه الاساسي، ان هو يكذب في الدين عشان ياخد هو سلطه. زي التجاني لما كان بيقول لك ايه، حب الشيخ من حب الله. طيب يا جماعه، طب عاوزين نعرف بس الناس دي مشركه ولا لا، ولا بيتقال عليهم ايه؟ طيب انا هديك اكزامبل من الناس دي بتقول ايه اصلا في حياتها العامه. ان واحد من الناس المعروفه جدا بيقول لك ايه، ربنا ممكن يلغي النار، مع ان القران واضح وصريح بيقول لك ايه، بيقول لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. طيب كويس قوي. والايه اللي بعديها بيتكلم على الجنه، قصدي سوري على النار، ان هي هتفضل موجوده. طب كويس قوي، يعني ده ردا واضح وصريح على واحد من الائمه اللي بتقول لك السيد البدوي والكلام ده كله ده تمام، اللي هو بيقول لك برضو ان الحشيش طاهر. صباح الفل يعني. اوكي، وهو اللي بيقول لك برضو ان ايه، ان هو اللي هيشيل ذنبك. ما هو دي مثلا مقوله بتتقال كتيره قوي من المسلمين، انا هشيل ذنبك. هو في حاجه كده؟ في حد هيشيل ذنبك؟ ده في سوره العنكبوت في اول صفحه ربنا بيقول ايه، ان هم هيقول لك ايه، اتبعونا. اوكي، بما معناه برضو لان انا مش حافظ الايه، اتبعونا وايه، ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم انهم لكاذبون. ربنا بيقول لك ان هم كاذبون. والايه اللي بعديها بيقول لك ان هم ان انت هتشيل الوزر وهم هيشيلوا اوزار فوق اوزارهم. فانت مش يعني لما تتبعه انت مش خلاص ما عليكش حاجه؟ لا يا باشا، انت عليك حاجه. ما فيش حاجه في الاسلام بتقول ان انت ما عليكش اي حاجه والذنب بيجي على واحد تاني. هو بيشتغلك عشان يبقى ايه تتبعه. اوكي، والناس دي مشركه او كافره حسب اللي هم بيعملوه. طب هو في مشرك يعرف انه مشرك؟ وده سؤال واضح وصريح. يعني ايه؟ يعني اللي بيعبد الشمس والقمر ده مش مشرك، ده كافر. اوكي، ليه؟ لانه مش مع الله. لكن لو واحد بيعبد الشمس والله فده مشرك. طب تعرف واحد مشرك بالطريقه دي؟ لا. بس لو فتحت القرآن هتلاقي ايه، ربنا بيقول ان تشرك بي شيئا. شيئا زي ايه؟ زي الفلوس. ازاي؟ طب يعني اشرك بالله الفلوس؟ يعني ايه الكلام ده؟ طب هقول لك مثلا، لو واحد مثلا قلت له تعالى يا باشا انا هديك فلوس وتشهد زور، دلوقتي هو وافق انه ياخد الفلوس. ليه؟ لان هو ما خدش ان الرزق من عند الله، فهو اشرك بالله نفسه عشان ياخد ايه، عشان ياخد الفلوس دي، او اشرك بالله الفلوس عشان شايف ان هي اللي هتحقق له الحاجات اللي كده كده كانت جايه له. ليه؟ لان ربنا قال ايه في القران، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الايه اللي بعديها بيقول لك ان ده مش فيجر اوف سبيتش، يعني مش بالمعنى ده، لا ده هو كما تنطقون، انه حق كما تنطقون، ان رزقك في السماء ما تقلقش، هيجي لك مهما عملت. فسواء بقى انت عملت الخير او الشر، ده الاختبار بتاعك. فده واحد اشرك مع الله الفلوس. في شرك تاني ان الواحد يشرك بالله نفسه. ايه؟ ازاي يعني يشرك نفسه؟ في ناس، ودي بتتقال في الجوامع كمان، الشيوخ بيقولوها، ان ربنا مش هيغفر غير في حق نفسه بس مش في حق العباد. يعني انت لو ضربت واحد، لا هو لازم يغفر لك. طبعا الكلام ده شرك بالله واضح وصريح. الكلام ده منافي للي مكتوب في القرآن، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. يعني الذنب الوحيد ان انت تشرك بيه، فانت حضرتك بتشرك بنفسك، ان انت ايه ليك الحق عند حد. لا يا باشا، لان في القرآن لما ربنا غفر لموسى بعد ما قتل، غفر له، ما قالوش احنا رجعنا للراجل اللي هناك. وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، جاله واحد انا عملت وسويت وقتلت، هل لي توبة؟ ليك توبة يا باشا، ما فيش اي حاجة. وبالعقل كده، طب انا كنت واحد وحش طول عمري لسن ال40 وضربت ناس وعملت ناس وهبلت واتكلمت كل الكلام، والناس دي ماتت. اوكي،
كده انا ماليش توبه، خلاص هكمل بقى، هكمل اقعد اقتل في الناس، ما هو ده بالعقل. طب ربنا هيدي الاحقيه لشخص على حسابه؟ يعني ازاي طيب انت مقتنع ان ليك احقيه في الحساب بتاع شخص تاني؟ ده ربنا قال لك هتأتون فرادى، يعني انت معكش حد يا باشا، مفيش اي حاجه، ربنا هو اللي بيغفر، اوكي، محدش تاني، اوكي، عشان بس نبقى واضحين. ده شرك بالله، ان انت تفتكر ان ربنا مش هيغفر لحد عشان خاطرك. ففي الاخر لازم تبقى فاهم ان ايه، ان الموالي والكلام ده كله اللي بيقولوا عليها الناس اللي بتادفرتايز، عاوزاك تروح وعاوزاك تشارك وعاوزاك تعمل الكلام ده كله، دي ناس يا مشركين يا كفره، فانت حضرتك ابعد عنهم، والحاجات دي لازم تتهدم. مفيش، الكلام ده حرام شرعا 100%، وما فيهوش نقاش. يعني ايه، هي مش مسألة خلافية في كده وفي كده، لا 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 لا، ما فيهاش 100%. ده كفر، شرك بالله، كل اللي انت ممكن تتخيله ده عبادة أصنام فعلا، ده مش الإسلام. واللي بيروحوا هناك كفارة، واللي حتى لو مين، انا ما يفرقش معايا انا صراحة، عشان ده للمسلمين كلها. ده بالذات الحاجات دي كفر، كفر بين، قلت لك قرآن وقلت لك سنة وقلت لك كل اللي انت عاوز تعرفه. فلو واحد مش معترف بالقرآن والسنة ما يجيش يقول لك بقى ان هو مسلم وهو اللي هيدعيك في الإسلام تعمل ايه. ففي الاخر اكيد احنا مش هناخد ديننا من ناس اساسا غالبا ما قروش القرآن وبيحللوا اللي على مزاجهم عشان ياخدوا سلطات معينة في المجتمع. يعني ايه؟ يعني الناس اللي هي قالت النار هتتلغي، والناس اللي قال، هم دول اللي بيقولوا لك يا باشا في كرامات، يا باشا ده روح هناك. ومعلش، هو في مولد سيدي البدوي ومولد المش عارف ايه والكلام ده كله، هم بيعملوا ايه؟ بيقوموا يرقصوا حضرتك. طب هل في السيرة او في القرآن او في اي حتة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام رقص مثلا؟ يعني هل بعقلك كده قول لي، يعني قول لي، هل انت مثلا قريت حاجه فقام رقص؟ لا، مفيش الكلام ده. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ طب يا باشا روح احضر انت واحده منهم، هتلاقي الموضوع كله ريحته حشيش وهم عمالين بيصطبحوا والله حي الله حي. ايه الهبل ده؟ ده ايه علاقته بالدين؟ ولا ايه علاقته بالاسلام اساسا من قريب او من بعيد؟ احنا ليه طب بقول الكلام ده كله؟ عشان يا باشا انا اما اجي ادعي لديني واشوف القرف ده، دول الناس اللي بتخرب شكل الدين وبتخرب الدين بجد، اللي هو ما بيتكلموش عنه وبيقعدوا يعملوا حاجات مقتنعين ان ده كله من الدين الاسلامي. منين يا باشا؟ الناس بقى اللي بتاخد سلطات في الحته دي بيعملوا ايه؟ هم لما بيكسب سلطه بيستخدمها ان هو في فلوس، في عربيات، في تلفزيون يطلع يتكلم، في ناس تقعد تبوس في ايديه ورجليه، والكلام ده مش في الاسلام، الكلام ده مش موجود في الاسلام. مفيش حاجه ما بينك وما بين الله، انت والله على طول. لكن لما يجي واحد يقول لك حب الشيخ من حب الله، ده يا جماعه هم دول اللي بيقولوا الكلام ده. مفيش الكلام ده لو سمحتوا. الكلام ده المفروض يتهدم يتكسر. ليه؟ لان الناس بتستخدمه. لو كان مزارات، مجرد مزارات زي الاهرامات، محدش بيروح يعبد الاهرامات يعني، ولا بيعبد تماثيل هناك، فكان هيبقى طبيعي. لكن دول ناس بتروح تتعبد عند ناس ميتة، حاجة يعني مجانيني، حاجة ملهاش دعوة بالاسلام.